في شقة صغيرة منطقة شعبية كان في شاب اسمه خالد، يعني يعتبر على قده شوية أو فقير شوية، وكان وحيد لكنه اكتشف طريقة مرعبة يجيب بيها الفلوس. انتحل شخصية بنت على تندر. خالد ده فتح حساب باسم بنت اسمها نور وحط صورة مش حقيقية، وكان بيكلم الشباب وكان بيمثل عليهم ان هو بنت محترمة، وبعد ما ياخد الثقة بتاعتهم كان بياخد منهم فلوس على اساس البنت دي مامتها عيانة وعايزة تعمل عملية ولازم تساعدها في اسرع وقت. الراجل كان بيجتهد، يعني كان معتبرها شغلانة. الشباب كانوا بيصدقوا وكانوا بيحبوه على اساس ان هو بنت، يعني كانوا بيبعتوا له فعلا فلوس بالالاف. وكان خالد يجي من ورا الشاشة كده ويروح يضحك عليهم على اساس ان هو خلاص كسب السبوبة اللي عايز يعملها. لكن في يوم واحد من الشباب راح عمل ايه بقى؟ هو خالد ده في صورة البنت حب يتقل عليه شوية، فالولد ده اتعصب فراح بعت له حاجة زي لينك كده. المهم لما فتحوا خالد ظهر العنوان والمكان اللي هو عايش فيه. المهم الولد يسكت، قالك لا انا هروح اشوف مين دي، ولو قابلت ابوها انا اتقدم لها وخلاص. المهم الولد راح العنوان وبعد كده فهم ان هو اتنصب عليه. المهم ان الشاب ده اتحرق دمه بصراحة، فراح مكلم الشرطة على طول. ولما الشرطة عملت التحريات بتاعتها لقيته ناصب على اكتر من 30 شاب بنفس القصة دي، اللي عارف يطلع منه 50 جنيه واللي عارف يطلع منه 500 واللي عارف يطلع منه 5000. فيعني كان مش راحم حد. القاضي قال له انتحال الشخصية دي في حد ذاتها جريمة، والعقوبة بتاعتها من سنة لسنتين حبس، وكمان ممكن توصل ل100 ألف جنيه غرامة. والنهاردة هو في السجن، فاللي كان بيضحك عليهم وهو بره دلوقتي هم بيضحكوا عليه وهو جوه.